من لا يعرف حسن مهندس الوسائط اللاسلكية الفنية عن قرب لا يتوقع أن هذا الشاب الذي لا يتجاوز طوله 167 سنتيمترا ووزنه 85 كيلوغراما يتمتع بقوة تعادل 40 رجلا مجتمعين، ويملك قبضة تبلغ قوتها 5 أضعاف قوة يد البطل العالمي محمد علي كلاي. من بداية المرحلة الابتدائية كنا يعني بالمدرسة وقت كنا نتقاتل مع الأطفال زملائنا، كنا نضربهم ضرب كان الطفل يفقد الوعي، فالمدير كذا مرة يعني نبهني. بالبيت وقت كنت آكل أكل إخواتي كلهم، فكان أبوي يقول لي طالما أنت بالبيت راح تخرب بيتنا يعني. وحسن الذي بدأ منذ 20 عاما بتوجيه قوته البدنية عبر ممارسة رياضة الكيوبا الكورية، وهي فن تحطيم الأشياء باليد والقدم، أراد اليوم أن يقدم عرضا خاصا للعربية من خلال 250 قطعة رخام بسماكة 1.5 سنتيمتر لكل قطعة، ليحطم كل 20 قطعة مرصوفة فوق بعضها البعض بضربة واحدة. بضرباته هذه يحاول حسن اليوم دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، وطموحه أن يتوج بطلا لأقوى قبضة يد في العالم. جينيس خبرونا أنه في بطل تركي اسمه علي باشا تيب قام بتحطيم 300 بلوكة بمواصفات عالمية خلال زمن دقيقة واحدة، يعني 58 ثانية. رد بعثوا لي فاكس ثاني قالوا لي في بطل مكسيك كمان حطم 386 بلوكة 386 أيضا بأقل من دقيقة. طبعا أنا خاطبتهم قلت لهم أن الآن أستطيع تحطيم 1000 بلوكة من المواصفات العالمية ب 30 ثانية. ضربة من هذه الضربات قد تؤدي لكارثة، لذلك فإن اللجنة الفاحصة تشترط على اللاعب الراغب بممارسة رياضة الكيوبا أن يتمتع بمواصفات عالية أهمها الهدوء والاتزان، وطبعا أن يكون متعلما بالدرجة الأولى. أنا كثير من أبطال العالم يخاطبون أن ندخل ملاكمة، فأنا ما عندي جولات يعني في الملاكمة، يعني ما عندي لا جولة أولى ولا ثانية، ضربة قاتلة، فاتحاد الملاكمة رفض أنه أدخل في هذه اللعبة. فيعني الوضع جدا حساس وشديد بحيث أنه إنسان يتعلم يضرب ضرب يقتل في أي مكان من الرأس إلى أسفل القدمين، فبدها إنسان ذو مواصفات خاصة جدا. ويستعد حسن الآن لتحطيم 30 قطعة رخام بضربة واحدة من يده. هي الضربة إهداء خاص من البطل لصباح العربية. يارا عشي، العربية، دمشق.